يا مساء الفل عليكم. النهارده ان شاء الله هناخد باترون الجيبه النص كلوش والكلوش والدبل كلوش، وهنعرف الفرق ما بينهم، وهنعرف هتحتاج كل واحده منهم كام متر قماش. عشان نعمل اي جيبه من دول محتاجين ناخد مقاسات معينه. ايه هي المقاسات اللي هناخدها؟ هما مقاسين بس، يعني دي اسهل جيبه. لو انت مبتدئه متعرفيش اي حاجه في الخياطه سهله قوي ان انت تعمليها وتطلع منك مظبوطه ان شاء الله وتمام. ايه المقاسين دول بقى؟ دوران الوسط وطول الجيبه. انا عامله هنا دوران الوسط 8 ودول الجيبه 9 عشان خاطر الورق مش هيكفي، فمضطره ان انا اصغر المقاسات. بس انت مثلا لو دوران الوسط 80 وطول الجيبه 90 تمام، هتطلع معاكي مظبوطه. اول حاجه هنبتدي هي الجيبه النص كلوش. الجيبه النص كلوش دي هتحتاج كام متر قماش؟ تحتاج متر ونص قماش. اهو نفترض هي دي حته القماش، هنا 150 وهنا 150، ده متر ونص وده متر ونص، لان عرض القماش دايما بيبقى متر ونص، ده ثابت في اي طوب قماش. بنعمل ايه؟ سهله قوي. احنا قلنا دوران الوسط 8 وطول الجيبه 9. احنا ممكن نخلي طول الجيبه زائد 1 عشان الخياطه هيبقى 10، ودوران الوسط ممكن نزود 2 هيبقى 10 برضو، عشان نراعي مثلا السوسته اللي هتتركب، الخياطه، الحاجات دي. قدامنا القماش اهو 150 و150. بناخد الجنب اللي فوق نحطه على الجنب اللي تحت، بناخد ده نحطه على ده، وبنعمل زاوية كده. تمام تمام. تاني خدنا اللي فوق حطيناه على اللي في الجنب كده، عملنا مثلث كده. احنا قسمنا القماش على كام طبقة؟ 1 2 طبقتين بس، فبالتالي دوران الوسط هيتقسم على 2. دوران الوسط النهائي بعد ما زودنا الخياطة وزودنا السوستة اللي هتتركب والحاجات دي بقى 10. هنقسم 10 على 2 هيبقى كام؟ 5. هنقيس بالمزورة كده، هنقيس كده 5. مش هينفع، هنقيس هنا مش هينفع كده، مش هينفع، يعني تقعدي تنزلي بالعرض مش بالطول. ما بنقيس كده، بنقيس كده بالعرض لحد ما توصلي لحد 5. فبنقيس عند 5 كده، 5 بنحط نقطة هنا. تمام. وبنقيس من فوق نلاقيها كام؟ تقريبا 5 برضو اهو. نعمل كده، نلف كده نص دايرة 5 5. تمام. هو ده دوران الوسط 5. طب طول الجيبة احنا قلنا ان هو 10. طب هنقيس 10 منين؟ هنقيس من فوق؟ لا طبعا، فوق الحتة دي هتتقص، الحتة دي خلاص احنا مش عايزينها. هنقيس من تحت، من هنا هنقيس 10 خلاص. بس نيجي من الجنب هنا ونقيس 10. طبعا هنا مش مكفي، هنخليها 9. اسهل حاجة بعد ما نعلم من هنا لهنا، علمنا كأنه 10 مثلا، بس انا الورقة مش مكفية، نيجي من فوق هنثبت بايه؟ بدبوس. خلاص، نثبت المزورة مثلا من فوق بدبوس، ونقعد نلف المزورة كده. هنا مثلا 14 ونص نلفها كده، 14 ونص نلفها كده، 14 ونص، 14 ونص كده، ونوصل دول ببعض بحيث ان المقاس ده من هنا لهنا يبقى هو نفس المقاس ده من هنا لهنا، المقاس ده يبقى مساوي للمقاس ده بس. ودي احنا هنقصها، احنا مش عايزينها. وهنقص الجيبة دلوقتي. احنا كده كده احنا ايه مزودين، اوعوا تنسوا زودوا 2 سنتي ولا حاجة عشان خاطر الخياطة، عشان السوستة. هي دي الجيبة النص كلوش. دي الجيبة كده النص كلوش. هنا طبعا هتبقى الخياطة من ورا مش من الجنب، هتخيطي وهتركبي هنا السوستة، والقمر طبعا هيتركب، وهعمل لك فيديو ازاي تركبي القمر. يعني كل الكلام ده هعمله لك فيديوهات تطبقي على القماش. خلاص كده خلصنا النص كلوش، ده بيبقى شكلها. طيب بصوا يا بنات، الجيبة النص كلوش اللي انا عاملاها دي
ممكن طولها ما يناسبكوش، يعني ممكن تيجوا تطبقوا على القماش تلاقوا طولها مثلا حاجة و70، فمش هتبقى طويلة، هتبقى تحت الركبة بشوية، فمش هتبقى كويسة، مش هتنفعكوا كلكوا. وبالذات كمان كل ما الوزن يزيد، او بمعنى اصح كل ما دوران الوسط بيزيد، كل ما الطول بيقصر وبيأثر على الطول. فاحنا بنعمل طريقة تانية بتبقى حلوة قوي، اسمها طريقة المقص يعني، او ايد في رجل او حاجات كده، يعني ليها اسامي كتير. الطريقة دي اللي انا عاملة منها الجيبتين دول، واحدة عاملاها باستك والتانية عاملاها التايجر دي عاملاها بالسوست عادي وبكمر، تحفة جدا. بتبقى واسعة من تحت، حلوة جدا في اللبس، هي مش باينة على المانيكان قد ايه هي واسعة، بس فعلا بتبقى واسعة من تحت وجميلة، بتبقى شكلها زي شكل النص كلوش بالظبط، وبتدي نفس الافكت. وممكن كمان تحتاجي متر وربع قماش مش متر ونص. هنزل لكم فيديو بالطريقة بتاعتها وهنطبقها مع بعض على القماش، استنوني ان شاء الله.